رايحه فين يا بت السعادي؟ رايحه في 60 داهيه، مالكش دعوه بيا. في يا بت ايه اللي حصل؟ الزفت اللي اسمه طلعت قال بكلمه في التليفون الاقيه سهران هو وشله الانس بتاعته في الكباريه. هو ده اللي منزلك؟ ده انا هروح اطربعها فوق دماغه وهرمي له شبكته دي. لا تطربيها فوق دماغه لكن شبكته دي مالوش فيها. وبعدين الساعه كام انت عارفه؟ حد يروح كباريه دلوقتي يا بت؟ ان شاء الله يكون الفجر. رايحه له يا بت واحد سهران مع اصحابه فيها ايه دي؟ انا اكلمه في التليفون الاقي نسوان قاعده تتميز لي وديني رايحه له. اهدي بس، يلا خش على اوضتك وانا الصبح هيطلع هجيبهولك لغايه هنا، لو ليكي حق انا هاخده منه. هروح يعني هروح، اسكت انت بس يا بت خش بقولك. انت عايزه الناس في الحاره تقول علينا ايه؟ يلا خش جوه خشي يلا. هيا يا حاج الادب دي. يا عم اخلص. دايما ملعلعه كده ومكسره الدنيا يا ست الكل. اسمعي يا نجمة النجوم، أنا بعرض عليك عقد مفتوح تحطي فيه كل شروطك وتبقي معانا هنا، واديكي شايفة الناس اتجننت بيكي قد إيه. لا سوري، أنا ما بغنيش في كباريهات، أنا غنيت النهارده بس عشان خاطر بيه. ماجد بيه، كل طلبات النجمة مجابة، وأنا عشمان تقنعها، وأشوفك أنت برضه والشلة الجميلة دي كل يوم. النجمة تفكر براحتها وانا مستني الرد. بقول لك ايه يا غالي، ما تشوف لنا بشراشيبك ده حد يجيب لنا الشيك. انا اتخانقت. ماجد بيه عيب، الحساب عندي بيت جوازكو. لا يا حبيبي انا ما بحبش حد يحاسب لي على داخلياتي. اسطوح يسيبه براحته. قول يا راي بيه. هات لي 2 جردات يشيلوا الاثنين الميتين دول من هنا. ألف مبروك حبيبتي. يا باين فيك يا قلبي. صباح الخير. كنبة بقى. كنبت انت بتهزر؟ لا ما بهزرش. يلا حبيبتي يلا مبروك مبروك. كنبة بقى. ماجد انت اكيد بتهزر. يلا. أنا في سؤال مهم بجد جدا. أول يوم دخلت في البيت ده ونمت يعني في البيت على الكنبة، بالنسبة لك يعني ضميرك ما وجعكيش؟ وجعك صح؟ يبقى قدر ما حصلش والكنبة ما تتكررش. وحش. ما انا مش هرتاح ويهدالي بقى غير لما اعرف مين البنت اللي كانت معاك. بنت واحده دي كانت ماسورة بنات وضربه في المكان. على فكره الواد ده صريح طول عمره. انت هتستعبط منك ليه؟ انت هتقولي ولا مش هتشوف وشي تاني؟ يا بت وعهد الله ما كنت اعرف ولا واحده فيهم. الواد ده بيكذب. طب اتصلك بماجد تتاكدي من كلامي؟ قلت لكم طبخينها سوا. لا مؤاخذة طلبة يا بت مالك وكتاب الله بحبك وما في قلبي غيرك. ماشي يا طلعت، انا هاكل الموضوع ده بمزاجي، لكن ورحمة امي لو رحت اياتها كباري تاني من غيري لكن متجوزه شفيق بشبكتك دي. والواد بصراحه ابن حلال ويستاهل. كان نفسي قوي اروح معاكم فرح ماجد. اكيد ياسمينة كانت زي القمر، بس اعمل ايه؟ فضلت طول الليل اعطس ودرجه حرارتي بقت 40، وانتوا ايه؟ قاعدين تهيصوا وسايبيني. انت مش معايا خالص على فكره. ايه ده؟ خالد. ايوه يا دينا. ايه اللي ايوه يا دينا؟ بقالي نص ساعه قاعده بكلمك وانت ولا الهوا، عمال تهزلي في دماغك وخلاص. انت مش معايا خالص. لا والله معاك. يا سلام. طب لو فعلا كنت معايا قولي انا كنت بقول ايه بقى. بصراحه ما اعرفش، انا فعلا مش معاك. ماشي خلاص، اسيبك بقى تكمل سرحان واطير انا. لا انت رايحه فين؟ اكتر وقت محتاجك فيه. طب خلاص قولي بقى انت بتفكر في ايه وسرحان في ايه عشان احس ان انا يعني ليا لازمه في القعده. قلبي وكلنا على امي اوادين. توحشتني، نفسي اشوفها بس ولو من بعيد. هو انت يعني مينفعش تشوفها خالص؟
شوف اكيد ده عم هاشم لو شفنا هيقتلني. ده بيقتلني كل يوم في الحلم، ما بالك لو شفني في الحاجه يعمل فيا ايه؟ طب بقول لك ايه، انا جات لي فكره. ما ينفعش تكلم اي حد من صحابك، اي حد من قرايبك، تطمن عليها منه، وحتى كمان ممكن تخليه يروح لها بالتليفون وتكلمها. تسلم دماغك، بس اكلم مين؟ الوضع عصير ابن خالي ده اكتر واحد بثق فيه. خلاص كلمه دلوقتي. ربنا يخليك ليا. ايوه ده عصران، بقول لك ايه ما تكررش كلامي. قاعد مع حد؟ انا خالد ابن عمتك، طمنا على امي يا عصران. تعبانه اكيد. انت بتقول يا ده عم مين؟ عم هاشم خدتنا؟ خليهم على الفضل الكريم ازاي؟ اقفل يا عصران اقفل، هكلمك تاني. اوعى تفكر في اللي انا بفكر فيه، ابوس ايدك. عمك لو شافك دلوقتي ممكن يقتلك يا خالد. امي محتاجاني يا دين، ما عارفش اعمل ايه. فعلا ده اكتر وقت امك محتاجه لك فيه. بس بقول لك ايه، انت لازم تهدى وتعقل كده، لازم تفكر في اي حاجه قبل ما تعملها. استر يا رب، انت معاها، انت احسن مني يا رب. اهدى يا خالد عشان خاطري. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل في البلد دي؟ ايه كمية السرقة والعنف الموجود في الجرنان النهارده ده؟ يعني كأن البلد كلها ما بقاش عندها وعي. وان شاء الله بقى الوعي هيجي لها منين؟ من الاعلام بتاعك اللي لاهي الناس كلها في الكوره ومشاكل الكوره واجور الفنانين يا شيخه. والله الواحد قلقان، مش عارفة البلد دي هتروح على فين. ربنا يستر. هاي سام. هلو هاي، ازيك؟ عاملة هاي ايه؟ يا ميد. اهلا. ايه هو خالد زميلكم ما جاش ولا ايه؟ لا خالد ما شفتوش النهارده خالص. ولا لؤي كمان جه. يمكن يكونوا طلعوا في مظاهرات النهارده واحنا ما شفناهمش ولا حاجة. ايه معقول؟ طيب ممكن لو عرفتي اي حاجه بلغيني. اه طبعا، اول ما يظهروا هقول لك. اكيد. ها اوكي اوكي باي 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 باي. هاي سهى. هاي، انا ماجي زميلة لؤي. عارفاكي طبعا يا ماجي، ازاي؟ طيب هو فين دينا ولؤي؟ مش شايفاهم. والله هم بقالهم فتره ما بيجوش. طب ممكن لو عرفتي اي حاجه تبلغيني او تبلغي سهام. خلاص اوكي ماشي. سهى اكيد. اكيد طبعا يا حبيبتي. باي 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 باي. هاي يا سهام، هاي يا عماد. هلو، ازيك يا سهى؟ عاملة ايه؟ يعني ايه يا مازن؟ يعني ايه الكليب مش هيتنفذ دلوقتي؟ ده اسمه تهريج، امال هيتنفذ امتى ان شاء الله؟ والله يا ياسمين انا زعلان ومتضايق اكتر منك. امال في ايه يعني؟ الشركه المنتجه ظروفها زي الزفت اليومين دول، خصوصا بعد ما سوق الكاسيت اتضرب. عشان كده وقفوا تسويق الكليب ده وكليبات تانية كتير. حبيب قلبي، الظروف انتاجيه ايه؟ انت بتصدق الكلام ده؟ والله هم قالوا لي كده في الشركه، انا ما اعرفش بقى. يا خساره يا خساره، الف خساره. كان نفسي اصور الكليب، كان هينقل لي نقله فنيه كبيره جدا. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا شايف ان احنا نستنى عليهم شويه، بعد كده واحده واحده نحاول نقنعهم لحد ما يوافقوا ونصور الكليب. هموت يا حمار. بقول لك ايه يا ياسمين، انت هتصوري الكليب ده وبكره الصبح لو عايزه. منين؟ انا اللي هديهولك. طمنيني يا مناضله، عملت ايه في الامتحان النهارده؟ انا مش عارفة ايه كمية الاستهتار اللي بقوا فيها دي. محدش فيهم كده بربطة المعلم يجي الامتحان. انا كلمت ماجد قبل اللجنه بس لقيت تليفونه مقفول على طول. وهم كمان كلهم تليفوناتهم مقفوله برضو. على فكرة دي خطة ومقصودة، ودينا كمان معاهم. كلمتيها على الموبايل؟ هبقى اكلمها اشوف حكايتها ايه. ماجد ده انا بقيتش فاهماه. سيبك منه، انت عملتي ايه بالظبط في الامتحان؟ يا بنتي مفيش حاجة ما حلتهاش، ان شاء الله جيد جدا. هو يعني السؤال الاخير عصلك معايا شوية، بس على مين؟ جاوبته. جيد جدا فقط، ده ايه الفشل ده؟ انا الحمد لله بلا فخر امتياز مع مرتبة الشرف. ليه بقى؟ لانكم تقدروا تلقبوني بلقب ملك التوقعات المرئية في اسئلة امتحانات الجامعة. مفيش سؤال توقعته الا وجه وجاوبته 100%. طب وطي صوتك يا اخويا احسن يقولوا عليك مسرب الامتحانات، ودي بقت موضة. انا ما بيهمنيش الكلام ده، انا ما بيفرقش معايا اي حاجة. انما انت صحيح ما قلتلناش عملت ايه؟ انا؟ اه الحمد لله طالعه مبسوطه. لا، ما هو باين على وشك فعلا منتهى الانبساط.
الحمد لله عدى تاني يوم في الامتحانات، عقبال الايام الجايه ان شاء الله. المهم ان انت تكوني اقتنعتي بكلامي ان خالد ده فاشل فاشل فاشل. انا مش عارفه ده خالد ده سلبي ليه قوي كده. يعني هو عشان محلش اول يوم في الامتحانات ما يجيش تاني يوم؟ يا بنتي خالد ده كبير ويجري ورا الجاموسه في بلدهم، ده ملوش علاقه بالتعليم اساسا. وقال ايه؟ كان عايز يرتبط بيا. ما ينفعش طبعا يرتبط بيا، انسان لا يعتمد عليه اصلا. ده مفيش واحد فيهم كتب كلمه في اول الامتحانات، ده حتى طلعت عمل له محضر غش. هاي يا جماعه، مع اننا تاني يوم النهارده في الامتحان، ربنا يديكوا طولة العمر، احب ابلغكم بالنتيجه قبل الكنترول ان انا ناجح بتقدير مقبول، جيد جدا، اجتياح مع مرتبه الشرف. يا ابني اللي انت فيه ده، عموما الف مبروك مقدما. الله يبارك فيك يا سام، ميرسي جدا، ربنا ما شفتش ماجد؟ ما تعرفش مش بيجي ليه؟ ماجد مين؟ ماجد. لا اكيد دلوقتي ماجد التعليم مش في دماغه خالص، لانه بقى نجم كبير طبعا. نجم كبير؟ يا رانيا البت سهام دي تكره اي حد في عيشته. انا متاكده ان الحاله النفسيه اللي زي الزفت اللي عند سهى دي بسببها. ايه هي لسه موضوع ايهاب معلق معاها؟ مش هي اختارت التمثيل؟ تستحمل بقى. ايوه. لا 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 ما اعتقدش. بقولك ايه، انا عايزه اقولك على حاجه. انا اخدت قرار خلاص، مش هكمل امتحانات الترم ده. ما تناقشنيش يا رانيا في الموضوع ده من فضلك، خلاص انا قررت. طب يلا سلام دلوقتي، نتكلم بعدين، يلا سلام. صفية. اموري يا ست هاني، مش حضرتك اللي في الدور التاني؟ ايوه انا اللي ساكنه جديد. مالك بتعيطي ليه؟ ابن سعيد يا ست هانم عنده القلب، خدته ورحت بيه المستشفى اكشف عليه. فين وفين لما لقيت حته اقعد استنى فيها جنب الست. قعدنا نستنى الدكتور 3 ساعات. الدكتور كشف عليه قال لي عايز عمليه ضروري، وعشان نستنى دورنا في المستشفى قدامنا 6 اشهر. الدكتور اللي كشف عليه قال لي ممكن اعملها له في مستشفى خاصه في نفس اليوم. قلت له تتكلف كام؟ قال لي مبلغ كبير قوي، وانا وابوه على باب الله، والواد نايم جوه، صحته كل يوم في النازل، مش عارفه اعمل ايه. خدي دول خليهم معاكي. الف سلامه عليه وربنا يطمنك عليه ان شاء الله. كتر الف خيرك يا ست. صفية. ايوه يا ست هاني. هي عملية ابنك هتكلف كام بالظبط؟ 30,000 جنيه. طب روحي غيري له هدومه بسرعة، أنا هطلع شقتي وأنزل على طول. إيه؟ تاكس. مستشفى الزهور لو سمحت، يلا اركبي. اطلع يا استاذ. لو سمحت يا اللي هنا، اي حد يجيب ترولي بعد اذنك. عايزين ترولي لو سمحت. ايه ده؟ بكلمك يا بني ادم. حول الله يا رب، لا حول الله، مش قادره اصدق. بقول لك ايه، ممكن تجيب لنا ترولي لو سمحت؟ ثانية واحدة يا أمي. ثانية واحدة؟ كتكون قرف. تعالوا. هو ده الدكتور اللي قال نيجي هنا؟ يا دكتور احنا عايزين نعمل العملية سعيد في أسرع وقت. أنا جبت لحضرتك الفلوس المطلوبة للعملية، كل التكاليف موجودة ما تقلقش، بس الولد في حالة خطر أكيد حضرتك عارف. أنا بس عايز حضرتك تهدي خالص وتطمني، وإحنا هنعمل لازم وإن شاء الله خير، أوكي؟ بعد إذنك. اتفضل.
الو. ايوه عصران. يا دي عصران، اسمع اللي بقول لك عليه، ما تكررش اسمي. انا خالد. اهلا يا خالد. انت فين؟ انا في الناجع، كمان نص ساعه اكون عندك. بقول لك ايه، ماشي كل الخدم اللي في البيت وسيب الباب اللي ورا مفتوح. حاضر يا خالد، اللي تؤمر بيه. امي فين؟ في اوضتها. طب اقفل خشمك لحد ما اجي. سلام. يا رب الطف بينا يا رب. يا رب احنا غلابة قوي. يا رب وحداني يا رب. يا رب يقوم بالسلامة يا ما رب. تعمليش في نفسك كده يا صفية، ابنك اهو بيعمل العملية وهتنجح وهيبقى زي الفل، قولي ان شاء الله. اسمع من بقك ربنا يا ست دين. يا رب ينصرك على عدوينك يا رب. في الزمان ده مفيش زيك. ان شاء الله احنا هنديكي الفلوس اللي دفعتيها. ادفع عليك منين؟ ده مبلغ كبير قوي. ايه اللي انت بتقوليه ده اصلا؟ انسي الموضوع ده خالص، معقولة الكلام ده؟ مالكيش دعوة، سعيد لما يكبر هيديهم لي غصب عنه. قولي يا رب بس، بلاش الكلام اللي ملوش لازمة ده تقوليه دلوقتي. واهدي كده، خير يا رب، يا رب خير يا رب. يا رب. اهو خلصوا. ايه ده؟ ابني مات يا دكتور؟ ابني مات! ابني مات! أما اللي جابك؟ توحشت الجو يا أما. بعد ما هملتني وهملت ترى ابوك. غصب عني، ما قدرش أكتب. سامحيني. توحشتك يا ولدي، توحشتك. إيه اللي حصل يا أما؟ إيه موضوع البنك ده؟ عرفت؟ عرفت. مش عارفة يا خالد، مش فاهمة. عمك بيقول إن أبوك خلص فلوسه على الانتخابات وكمان باع له الأرض قبل ما يموت، وأنا ما بفهمش في الورق والكلام ده. ما تقلقيش يا أما. امسك يا أما. خدي دول. دول كل اللي معايا، خليهم معاكي. نسيت إن ولدك بقى راضي ولا إيه؟ اشتغلت في مصر وربنا كرمني. سيبني تاني يا خالد. غصب عني يا أما، هجيلك تاني. قول لي، عمك شافك وانت جاي؟ محدش شافني. أنا عارف إن عم هاشم بالذات لو شافني هيقتلني. بعد الشر عليك، اهرب يا ولدي، اوعى تخليه يشوفك. بس ارجع اشوفك انا، بتوحشك يا خالد. وانت كمان ما تقلقيش على ولدك. ولدك راجل من ظهر راجل، ورحمة ابوي اللي ما خدت عذاب. لا اعرف مين اللي قتل واخد بطاره. اطمن. لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام عليكم. ازيكم يا عرايس؟ ازيك يا عيشه؟ عيشه بس ايه يا كنت موا بس يا واد بقى سيبني في حالي. اللي عامل ايه يابا؟ عامل جمعيه وما قبضتهاش عشان ما دفعتش زي الزفت. وانت عامله ايه ياما؟ من بحره زي الزفت. هو طول ما ربنا كريمكم كده ومثبت لكم الحال ده هاجيلكم. عامله ايه ياما؟ سبتني ليه يا طلعت؟ سبتني ليه يا دنيا في الهم ده انا واخواتك؟ جرايه وليا
وانا رحت فين؟ ولا انت يعني شايفاني قرطاس جوافه ولا ايه؟ يا ريتك كنت قرطاس جوافه، كان جاب حقه. انما انت يا اخويا قاعد لي طول اليوم على القهوه، عامل لي كده زي الشيخ المقطوع نادره، بتشكس في اللي رايح واللي جاي. خلاص يا اما معلش معلش يابا بقى. فين يا ام العيال؟ وحشوك قوي يا اخويا. والله وحشوني. يا عطا، يا شوقي، يا شوقية، تعالوا يا عيال تعالوا. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، ايه العفانه دي؟ خد يا قسموا على بعض، يلا في ودانكم ما تتخانقوش، يلا. جبت لي ايه طالع؟ جلابيه، انا عارفك ما بتصليش الجمعه، يبقى ما تصليش بيها دي. وانت يا تعيش وتجيب لي يا ضناي. حبيبتي الكيس ده ليك يا ربنا يخليك يا حبيبتي يا مش عجباني بس هاخدها. انا عارف. انا عايز فلوسها طلعت. الواد الجعاري ليها عندي 80 جنيه، فضحنا عليهم في الرايحه والجاي. ودول بتوع ايه يابا؟ قمار يابا، صح؟ قمار يابا. انت رجعت للقمار تاني يابا. يابا القمار بيجيب الفقر يابا. شوف يا طلعت، القمار قمار واللي ما يروح لهوش يبقى حمار. وانت عمرك كسبت اصلا. انت هتديني فلوس ولا هتبكتنا يا طلعت؟ ما تقلقش يابا، وانت كمان ما تقلقيش يابا. كلها خبطتين بس وهنمشي من الحته المعفنه دي. هنروح فين يا واد؟ هنروح حته كده ياما تكون هاديه، محدش فيها يعرفنا ولا نعرف حد، ما يكونش فيها قهاوي ولا يكون فيها بياعين في الشارع. نقب ياما، نطلع فين؟ السطوح يعني ولا فين؟ ياما نقب على وش الدنيا، نشم هوا نضيف، ناكل اكله نضيفه زي بقيه الناس يا جدعان. هقول لك على حاجه يابا، خد، مش خساره فيك، امسك يابا، دول فلوس الجعار يابا. اوعى يابا تلعب بيهم قمار، احنا داخلين على ليله تانية يابا. والنبي حتى لو قدنت في قمادنا اللي فيه. ما تقلقيش يابا، ما تقلقيش، هتتعدل. اهم حاجه انت بس خلي بالك من العيال وشدوا حيلكوا كده في البيت. انا ماشي يلا. قوم كده يا ضنايا. ياما ورايا مصالح والله، حاجات لازم اعملها، هجيلك تاني. قول لي يا طلعت، انت سرقت الفلوس دي منين؟ بس انت عارف انها مسؤوله مني انا، من يوم ما خدتها بضمان شخص من المديريه. سلام عظيم. لكن مسؤوليتك عنها دي مش كانت هتنتهي بمجرد ما فيها عمل شريف تعيش منه. ايوه عال، انا شريف وهي هتعمل معايا، يبقى هتعمل عمل. انا نفسي اعرف سبب واحد يخليك تسيب بيت اهلك، يا اما خلاص العيشه مع هنا ما بقتش عاجباك. ما هو كده كده يا حاج، انا كمسيري همشي يعني، اكيد في يوم من الايام كنت هتجوز واروح اعيش في حالي. ايوه بس انت لسه ما اتجوزتش. لا ما انا اتجوزت. ايه؟ اتجوزت؟ ايوه يا اما اتجوزت ياسمينة. يا نهار ابوك اسود، ما هو ده اللي انا كنت خايف منه. طبعا ما هو اللي يمشي في السكه البطاله لازم يتلط. ازاي يا ابني تتجوز وما تقولناش؟ احنا ملناش حق عليك؟ مالكش ام تقول لها انا هتزفت ياما؟ انت يا ابني جبت الجحود والقساوه دول منين؟ يا اما جحود ايه يا اما ما انا يعني ده حصل يا اما، هعمل ايه يعني؟ انا لو اعرف انك هتطلع قاسي وجاحد بالشكل ده كنت خلصت منك وانت في اللفه وفطستك. اهدي بس يا سمير. لا مش ههدى، اطلع بره، انا مش عايزه اشوفك في البيت ده تاني. اطلع بره فين ياما؟ انا كنت ماشي ياما، انا سايب البيت اصلا عشان الاوفر اللي انا عايش فيه ده، مش دي شنطتي ياما. اطلع بره ياما، انا كنت ماشي. سلام يا حاج، سلام. فاهماني يا زينة؟ ازاي يا طلبة؟ يعني ينفع اضحي بالقرشين اللي انا محوشاهم على القرشين اللي انا واخداهم من طلعت عشان اشتري شقة؟ يا بت فهميني، هي دي اي شقة؟ دي في احسن حتة في مصر. وبعدين انت هتدفع 400,000 جنيه بعد شهرين بالظبط، انا هجيب لك عليهم 200,000 جنيه زيادة، فاهمة؟ يعني الشقة دي ينفع نتجوز فيها انا وطلعت؟ يا بت تتجوزي فيها ده ايه؟ بقول لك ده شغل. انا نفسي ربنا يكرمنا بعملية كبيرة ناخد فيها قرشين نشتري لنا كده شقتين 3. اتفرجي بقى على المكاسب اللي هتنزل علينا. الشقة دلوقتي بتتأجر باليوم. طب اخد رأي طلعت الاول. وطلعت هيعرف مصلحتك اكتر مني ولا ايه؟ طب قول لي بس الاول، اخبار الباشا ايه؟ باشا
باشا بقاله فتره ما بيتصلش، مش عارف ليه، بس عموما هو كده بيتصل لما يعوزني. امال بتاخد البضاعه من مين دلوقتي؟ دي اسرار شغل يا بت، ما تتدخليش في اللي مالكيش فيها زينه. نعم يا اخويا، وانا مش في الشغل ده ولا ايه؟ طالما حقك بيوصلك ما تساليش، مالكيش فيه. طب انا خارجه انا وطلعت النهارده، انا بقول لك بس للعلم يا اخويا. ها؟ هتقابليه فين؟ مش استأذنتك مالكش فيه. نعم يا اختي. امضي هنا حضرتك؟ امضي. اتفضل. الف مبروك يا جماعه. شكرا. بالرفاء والبنين باذن الله. الله يخليك. الف مبروك يا عروسه. مبروك يا فؤاد. لا فؤاد ايه بقى، ده انا عريس. مبروك يا عريس. بارك لي في عمرك ويخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا. ألف مبروك يا مامي. عقبالك يا روحي. ألف مبروك يا أنجل. مبروك يا روحي. لا لا لسه بدري قوي ولا إيه يا مامي؟ لسه بدري مين؟ ده انت هتتخطفي خطف. مبروك مبروك يا عريس. مبروك يا فؤاد بيه. مبروك يا عمي. على الطلاق انت عمي. عارف ليه؟ عشان انت قدرت توصل للي انت عايزه. ولد احترم نفسك. سوري يا مامي. سوري. I am so sorry. مبروك يا عروسة. ولد انت اتجننت. انت اتجننت رسمي. نسيت اعرفك. مين دي؟ سوسو مراتي، مضيفة في أكبر كباريه في شارع الهرم. لا 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 انت مجنون. مش ممكن طبعا يا ابني. يوه مش عاجباكي ولا ايه؟ خراسي انت خراسي. ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ هي حرة تقولي اللي هي عايزاه. انت مش حرة وبتعملي اللي انت عايزاه وتتجوزي اللي انت عايزاه. انا كمان حر واعمل اللي انا عايزه واتجوز اللي انا عايزه. وانا اخترت دي سوسو. خلاص؟ خلصت اللي عندك ولا لسه في كلام تاني عايز تقوله؟ يا عريس عايز تطردني ولا ايه؟ لو ما اتكلمتش بأدب هطردك. يا راجل عيب عليك، ده انا جاي ابارك وهني. ده النهارده فرح امي يا جدعان. اعزائي الحضور، مع مسرح المنوعات ونجمة مسرح المنوعات سوسو مراتي. عن اذنك يا حماتي. عايشة ومرتاحة
نكمل رقصتنا في البيت عندنا، ولا اقول لك تعالي نكملها في الكباريه اللي انت بتشتغلي فيه.